السلام عليكم، اهلا بيكم يا شباب في تحدي جديد من تحديات البرمجه. المفروض معانا النهارده 3 متسابقين، بهاء ويارا وزياد. تمام، المطلوب منهم ان هم يطلعوا بالتصميم ده، معاهم ساعه. تمام، التصميم ده عباره عن سيكشنين. اول سيكشن اللي هو الجزء اللي فوق ده، تاني سيكشن الجزء اللي تحت اللي جنب الشاشه. مطلوب منهم يخلصوا التحدي ده ومعاهم ساعه واحده بس. تحس الدنيا ما تسوى، ما تسوى، وان هذه الحياه اصلا كلها الحياه المعاصره. الفرق بيني وبين غير المسلم او الانسان المتلوث بالنموذج الغربي حياه شاسعه جدا. حياه الغرب او الغربي، حياه الغربي مثل قبره، مزخرفه لكنها ضيقه موحشه من الداخل. هو حياته كذا. العزلة زينة ترى. يعني أنا حتى قد قلتها قبل، يقول أنت لا تعلم كم كلفني هذا الهدوء. الهدوء هو هدوء مكلف، صح؟ ما هو بالسهل إنك أنت تجلس بينك وبين نفسك وتعيد حساباتك. ترى هذا ما يدل إنك أنت نفسي. تدري إني أحيانا أنا أنبسط إني أجلس مع نفسي أكثر من إني أقابل ناس. قاعد معه على أعصابي لأني قاعد أجامله لأني بخلص اسمني جاني أحد. لا، قاعد مع نفسك عادي. أحيانا قعدتك مع نفسك تعيد حساباتك، تعيد ترتيبك، حتى الضوضاء تبعد عن حلوة الضوضاء. انت ليش خايف؟ طب انت ما جربت؟ طيب ليش ما تقدم؟ انت ما عندك قدرات معك. طيب اقدم. اخاف تقولوا عني احمق. طيب كل بدايات الناس بدأت بهذه الطريقة، والعناء في الابتداء. لابد ان تقبل ضعف الاداء والتقييمات السيئة في البدايات. لولا هذه البدايات الصغيرة لما كبر الانسان. ولذلك لكل منا يوم اول في السواقة، يتذكر ويضحك، بس في ذيك اللحظة هي مسألة حياة وموت. والناس وكل الناس وش ضايق صدره. لا اوردر بوكس، وهنيجي هنا هنعمل ايه؟ فونت وش اللي كده. فونت فاميلي، اوكي. نيجي هنا كده نسخ، نيجي هنا كده اوكي. للأسف زياد ما قدرش هو يكمل التحدي بسبب حصل مشكلة عنده تقنية، فما قدرش هو يكمل التحدي. دلوقتي معانا في التحدي 2 بس دلوقتي، بهاء ويارا. خلينا نشوف هيوصلوا ليه في الآخر. في CNN، وبعدين قالوا له ايه سر النجاح في الدنيا؟ تخيل، قال لهم هي حاجات بسيطه جدا. قال لهم اول حاجه روح في ميعادك. قال لهم روح في ميعادك يعني ايه روح في ميعادك؟ قالوا روح في ميعادك لان اكتر من 90% من الدنيا ما بتروحش في ميعادها. يجيك موعد يتاخر، يروح متاخر على شغله. الناس بتتاخر في كل حاجه. لو رحت انت في ميعادك هتبقى متقدم عن 90% من العالم. الحاجه الثانيه، فعايزك تروح في ميعادك، روح في ميعادك وعندك خطه انك تحطها في الفعل. لو عملت كده هتبقى متقدم عن اكتر من 95% ما عندهمش فكره هم رايحين ليه. فانت روح في ميعادك، عندك خطه، والحاجه الثالثه حطها في الفعل. هتبقى متقدم عن اكتر من 99% من العالم كله. ده يوصلك لاكبر مراحل النجاح والتميز في حياتك. وبعد ما خلص المقابله معاه وخلاص ماشي، تفتكروا عمل ايه؟ قال لهم ثانيه واحده، لسه في واحده. قال له طب ما قلتلهاش يعني؟ قال عشان مش عايز حد اطلاقا ينساها. قال له طب ايه هي؟ قال له عمرك اطلاقا ما تتخلى اطلاقا عن اهدافك وعن احلامك. يعني معنى كده خليك ملتزم، تبقى ملتزم تمام يا شباب، في النهايه الاثنين تقريبا خلصوا في نفس الوقت. يارا هي اللي بعتت الاول. خلينا بقى ايه نقارن ما بين الشكل الجزء ده بتاع يارا والجزء الثاني ده بتاع بهاء. المره دي انتوا اللي هتقولوا مين اقرب حد للشكل ومين الكسبان معانا النهارده. وزي ما دايما بنقول كلنا بنطلع كسبانين، بس احنا اللي بنحاول نعمله بندور على المتعه في التعلم. شكرا، ما تنساش انكم تتابعونا، ولو حابين تعرفوا عننا اكتر هتلاقوا لينك تحت الايميل بتاعنا وعايزين تبعتوا لنا، وما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك. وشكرا لكم.